كان هناك رجل صالح من بني إسرائيل يدعى جراج. كان معروفا بالعبادة الشديدة، حتى إنه بنى صومعة واعتزل الناس ليتفرغ لعبادة الله. في أحد الأيام جاءت أمه تناديه وهو يصلي. تردد جراج بين أمرين: هل يقطع صلاته ويجيب أمه، أم يكمل الصلاة؟ فقال في نفسه: الصلاة أفضل، وأكمل صلاته. عادت أمه تناديه مرة أخرى، ثم مرة ثالثة وهو لا يجيب، فحزنت وقالت: يا الله، لا تمت جريج حتى تريه وجوه المومسات. ومرت الأيام. كانت هناك امرأة سيئة السمعة تحدت الناس وقالت: لأفتنن جريج. ذهبت إليه وحاولت إغواءه فرفض بشدة، فاحتالت عليه ووقعت في الفاحشة مع رجل آخر. ثم لما حملت قالت للناس: هذا من جريج. فغضب الناس وهدموا صومعته وضربوه وأخذوه للملك. قال لهم جريج بهدوء: أين الصبي؟ فلما جاء الطفل قال جريج: يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله الطفل وقال: أبي فلان الراعي. فصدم الناس وعرفوا براءة جراج. أرادوا أن يبنوا له صومعته من ذهب، فقال: لا، أعيدوها كما كانت من طين.